كان يا مكان ورحلة الكلام اللي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلمنا النهارده يا جماعة أجنبي أكشن خيال علمي، ذا جروج الخندق. الخندق ده يا جماعة جواه وحوش وكائنات مظلمة، وعشان المخابرات تطمن إن مفيش حد جوه المكان ده يطلع للعالم بتاعنا والسر اللي فيه يفضل غير معروف، عملت الخندق ده. والسور الكبير اللي حواليه ده كله ملغم بطول المكان كله. على حافة كل جهة في برج بيختاروا أكفأ اتنين عندهم كل سنتين يروحوا يحرسوا المكان ده، وممنوع على اللي موجودين ان هم يتعرفوا على بعض بأي طريقة. ندخل بقى في الموضوع. هيجيبوا دلوقتي للمهمة دي البنت دي اسمها دارسا، قناصة محترفة. والبطل بتاعنا ده اسمه ليفاي، جندي قوات خاصة متقاعد. بالفعل وصل ليفاي، وفي الطيارة خدوا منه الموبايل وأي إثبات شخصية، ونزل المكان وقابل زميله التاني اللي كان حارس قبله. قال له شوية معلومات وازاي نظام العمل في المكان ده، وفرحان بقى زميله ده ان هو مروح بقى بعد سنتين يعني، ولكنهم قتلوه شر قتل. طيب ليه؟ عشان السر اللي في المكان ده يندفن معاه ومفيش حد يعرف فيه. استلم ليفاي المكان وعمل شوية اختبارات، وراح فوق البرج كبر بالكاميرا وشاف ان اللي على الجهة التانية في البرج التاني ده هي بنت. بالليل سمع صوت رعد، خاف وراح ماسك الرشاش وعور نفسه من الكوباية اللي اتكسرت على الأرض. برضه مسك الكاميرا وبص على البنت اللي زي ما تكون حاسة، راحت مطفية الشموع ومشيت من المكان. وتقريبا كده مر شهر على الوضع ده، هي قاعدة تغني لوحدها وهو قاعد يقرأ. بصت عليه وقررت قرار مجنون جدا، كتبت على الورقة حاجة وضربت طلقة نار في الجو عشان ياخد باله. طبعا المسافة بعيدة جدا ما بينهم يا جماعة، وبيشوفوا بعض بس من خلال الكاميرا دي، والحديث ما بينهم بيكون من خلال الكتابة على الورقة دي. وهنا بتقول له ايه اسمك؟ مرضيش يرد لانه ممنوع عليهم ان هم يتعرفوا على بعض. راحت كاتبة ورقة تانية بتقول له ده عيد ميلادي واسمي دارسا، وانا هعمل اللي يعجبني في المكان ده. راح كاتب ليها انا اسمي ليفاي وكل سنة وانت طيبة يا دارسا. يلا بقى كاس في صحتك. شغلت شوية موسيقى وقعدت ترقص مع نفسها، وقالت له ارقص معايا. قال لها انا بشع في الرقص. طيب انت كويس في ايه؟ قال لها في الرماية، يعني قناص. طيب وريني كده. وراحت هي مقنصة على كوباية المية بتاعته، يعني انا برضو شاطرة يا معلم. راح هو كمان منشن على كوبايتها، كده هما الاتنين متعادلين. طب لو جدع بقى اضرب بقى الحتة اللي فوق دماغي دي، يعني كده في تحدي بقى. بس بقول لكم ايه، استنى بان في حاجة هنا، بان في حاجة غريبة تحت على السور. خد بالك. وشافت كائنات طالعة عنده، شافهم ليفاي وضرب عليهم نار، ولكنهم كتير. راحت دارسا بالمتعدد تساعده. هل خلصنا كده؟ لحظات من الصمت يا جماعة، بس في صوت غريب. بترجع برجليها لورا بالراحة واحدة واحدة. اوبا، لقت المعلم ده قدامها. المهم راحت ضرباه ووقع، وهو قاعد يقنص فيهم، ولكن واحد منهم وقع وفجر قنبله من اللي على الجدار وهي اتصابت. راح ليفاي مشغل متعدد راخر واشتغل هو كمان. الرشاشات بتاعت الحماية على الجدار اشتغلت هي كمان، والليلة نورت من كتر ضرب النار وكأنهم بيحتفلوا بعيد ميلاد دارسا. بعد شوية كتبت له ده كان أحسن عيد ميلاد ليا على الإطلاق. تاني يوم شغل بقى صيانة في الجدار وتبديل القنابل اللي اتفجرت، وده شكله جهاز تتبع تبع المخابرات بيتجسس عليهم ويشوف شغلهم. واحتفلوا بالكريسماس وبيلعبوا شطرنج سوا. ما هي الايام عماله تعدى، يعملوا ايه يعني؟ وبعد كمان شهرين وهو بيعمل دوريه في المكان ما شافهاش، وبيسالها قالت له ده كان يوم صعب جدا، يا ريت تكون معايا هنا باي طريقه. قعد يفكر المعلم ازاي يعدي ليها باي طريقه، يعني هيتجننوا مع بعض شكلهم كده يعني. ومكتوب على الحيطه من الناس اللي كانت قبله ان اللي قلبهم جامد بس هم اللي ممكن يكتشفوا ايه خلف الجدار ده وايه الا على الجهة التانية. قام المعلم مجهز شوية حبال بقى بطريقته، وهي عرفت كده ان هو هيروح ليها يا ابن المجنونة. وراح رابط الحبل في دانة مدفع وضربها، ووصلت على الجدار التاني. نزلت بسرعة صاحبتنا عشان تطفي الولعة وربطت حبل في الشجرة. ايه رأيك بقى نتعشى سوا النهاردة؟ يا دي الكسوف يا ولاد. العيال شكلهم حبوا بعض بغباء. وبدأت رحلة العبور، شوية بالبقرة وشوية على دراعه لحد ما وصل ميت من التعب. وأخيرا اللقاء. الله، ده انت حلو قوي. انا جايب لك شويه ورد، كان نفسي اشوفك من زمان. يخرب بيت ريحتك منتنه. ما انا لسه معدي على 3 كيلو على دراعي يعني. طيب يلا روح خد لك دش طلع الريحه دي. المهم يا شباب اتعشوا مع بعض واتعرفوا على بعض اكتر، والليله كانت حلوه. يلا بقى نخش في الجد يا جماعه. الصبح وهو راجع كان في كائنات طالعه على الجدار بتاعه، وقنبله اتفجرت والحبل اتقطع.
صاحبتنا جابت معدات هي كمان وراحت اسحة وراه، وقعت في البحر، وللحظ الحاجة اللي كانوا هيطلعوا بيها تاني وقعت منها في قلب المية، وليفاي متعلق في شجرة عليها حشرات ضخمة رهيبة. راح مموت العنكبوت ده ووقع على جذور الشجرة اللي لزقت فيه وهتاكله. وصلت دارسة وحررته من الشجرة. قال لها ياه انت جيت عشان خاطري؟ قالت له ما انا لو كان حصل لي اللي حصل لك كنت انت هتجيلي. طيب يلا بسرعه احنا لازم نوصل للجدار باي طريقه ونلاقي الكابل اللي وقع مني ده عشان نطلع عليه. وهنا بتظهر بقى احصنه غريبه وعليها ناس اغرب من الكائنات اللي تحت دي، وفي العركه موتت واحد وهو قتل التاني. وهنا بتقول له للاسف حبل التسلق الالي وقع مني في الميه والمسافه لفوق 500 متر، واحنا كده متعلقين هنا يا معلم، وما قدمناش غير ان احنا نوصل للحبل المقطوع بتاعك. وهنا بيقول لها ان الملابس بتاعت الكائنات الغريبة ديت لجنود بحرية امريكية من الاربعينات. ايه اللي حصل للناس دي خلاهم كده لحد دلوقتي؟ كده ما قدامهمش يا شباب غير ان هم يكملوا رحلة البقاء على قيد الحياة في المكان المجهول ده. دخلوا كنيسة مهجورة شكل كل اللي فيها قتلوا نفسهم بغبار سيانيد السام، يعني اكيد اللي بره كان اسوأ من الموتة دي. ماشيين يتسحبوا مترقبين اي بلوى. هاجم عليهم شوية عناكب شكلها غريب جدا، وكمان في ناس متحولة دخلت في الموضوع والصراع شغال ما بينهم. قالت له انا هعمل فتحة، وبالفعل هربوا منها للغابة الملعونة وجريوا ودخلوا مكان شكله كده حصن كبير. دخلوا المكان وفعلا طلع مختبر مهجور. ليفاي شاف شريط فيديو مكتوب عليه ليسامحنا الرب، وتقريبا كده عرفوا مكان سكينة الكهرباء. حط الشريط وشاف الحكاية هنا يا جماعة. الدكتورة دي بتحكي بتاريخ 1964، بتقول ان كان بيحصل هنا تجارب بيولوجية عشان يكتشفوا سلاح فتاك زي القنبلة الذرية كده، ولكن سلاح بيولوجي يعني غازات ومواد كيماوية. وحصل زلزال ضرب المكان، وطبعا الغاز انتشر في المكان كله، وكان كل همهم ان هم يسيطروا على الغاز واثاره وانها ما تخرجش من الاخدود ده اللي هم بيحرسوه دلوقتي، لان كل الجنود والناس اللي كانت موجوده جوه المكان ده حتى الحيوانات والحشرات كلها اتصابت بالتلوث البيولوجي ده. وشافوا كمبيوتر شكله حديث، حتى هم بيسالوا نفسهم طيب ليه حتى ما تمش قصف الاخدود ده بقنبله ويموت كل اللي فيه من الكائنات ديت ويخلصوا البشريه من خطرهم؟ والسبب بيقوله لنا ليفاي انهم لسه بيعملوا دراسات على اللي جوه الاخدود برضه، لانهم عاوزين يصنعوا جنود خارقين. وبيقول لها احنا هنا كده عشان نحمي اسرارهم بس. فتح ملف مكتوب عليه الكلب الضال، وفيه نظام التدمير الذاتي للمكان كله، ومكتوب ان التدمير الذاتي ده هيشتغل تلقائيا لو سر الاخدود اتفضح، لانهم يا جماعه كانوا عاملين حمايه على الاخدود، حاجات كده بتشوش على الاقمار الصناعيه ان هي ما تكتشفش المكان ده. فلو الحاجات ديت مثلا اتدمرت والاخدود اتفضح هيعمل تدمير ذاتي لنفسه. وعرف ليفاي ان المنطقة الامان من الاشعاع لو حصل الانفجار ده هتكون على بعد 4.2 كيلو متر. كده يا جماعة هم اكتشفوا الحقيقة كلها وخرجوا دلوقتي في رحلة البقاء على قيد الحياة. وهم ماشيين واحد على حصان خطف درسة وحاولت تضربه، ولكنها اتخبطت في الشجرة ديت واغمى عليها، وليفاي لسه بيدور عليها. وشايفين دلوقتي ان هم علقوها من رجلها وجالها كبرهم وعماله تضرب فيه ويتعاركوا مع بعض، ولا سكاكين بتحوق ولا اي حاجه بتحوق فيه. امال هتموت ازاي يا معلم؟ ده شكله كده خشب يعني بالولعه. وبالفعل موتته. ووصل ليفاي برضه واتحركوا وشافوا ان الملوث لسه حي ومتحكم في الحاجات دي، يعني كائنات غريبة شكلها كده وبواقي أجساد ناس. يعني المهم دخلوا من وسطهم وخلاص شافوا السلم اللي هيروحوا عليه، ولكن دارسا داست على حتة من الشجرة الغريبة دي ومسكتها الشجرة، ودخل ليفاي قطعها وخد دارسا، ولكن الكائن لسه حي وما كانش فيه غير قنبلة نار تخلصهم منها. وبالفعل عملوا كده وطلعوا لحد فوق ودخلوا غرفة صيانة. شافوا عربيات شكلهم كده هيستخدموا العربية ديت بالحبل اللي فيها ان هي تطلعهم على الجبل، لان العربيات القديمة بتاع الجيش دي كان فيها نظام زي رفعة كده، يعني تحط الحبل وهي تسحب يعني. وهم ماشيين يدوروا على الحبل بتاعهم لحد ما لقوه، والناس جاية عليهم وربطوا الحبل في موتور الرفع ده بتاع العربية على اساس ان العربية فيها آلة الرفع والحبل بتاعهم موجود. وبالفعل حصل كده وطالعين لفوق فعلا دلوقتي. دول جايين عليهم كلهم. وبدأت رحلة العناء في البقاء على قيد الحياة.
كان صاحبنا هيقع ولكنه لحق نفسه وخرم تانك البنزين وراح مولعهم. وخلاص الدنيا باظت لحد هنا، والمفروض انهم يكملوا بنفسهم على ايديهم، وبالفعل حصل كده لحد ما طلعوا فوق. وبيقول لها احنا كده عندنا اختبار لاسلكي بكره، هنعمل ايه؟ لازم اعدي اليمه التانيه بتاعتي. المهم كان عندها هي كمان حبل، واتفقوا برضو ان هو بعد ما يعدي هيدمروا المكان كله، ولو فضلوا عايشين ان هم يتقابلوا في مكان ما في فرنسا. في المحادثة دي بتكلموا المسؤولة عن الليلة كلها. الكمبيوتر في الأخدود اتفتح، انت دخلت المكان ده ولا حاجة؟ لا عيب عليك، ما حصلش. معلمة بقى قالت له ايه، لو مش انت اللي دخلت وفعلت الكمبيوتر يبقى اكيد هي البنت اللي على الجهة التانية، وامرته بقتلها دلوقتي حالا. قال لها ماشي حاضر حاضر، ولكنها عرفت ان هو بيكذب عليها، وكانت شايفاهم قدامها على الكمبيوتر. واتصلت بالقائد اللي معاها وقالت له هنروح الصبح نقتل ليفاي والبنت دي، لانهم كانوا الاتنين اكبر غلطة ان احنا جبناهم في الحتة دي. شايفين بقى الحتة دي يا شباب؟ هما دلوقتي بيحطوا الغام على الاجهزة اللي هي بتشوش على القمر الصناعي عشان يفجروها والمكان يتفضح، وبالتالي ايه، يعمل تفجير ذاتي لنفسه. وهنا وصلت الطيارة بتاعة المسؤولة دي وبدأوا يهربوا من المكان. طلعوا عنده فوق ولكن ملقوهوش، وفعلوا الطائرات الصغيرة دي تدور عليهم وتضربهم بالنار، وحصل مطاردة. ليفاي قدر يضرب واحدة، وطبعا هو بيبص على عداد السرعة ده عشان يعرف هو جري كام كيلو عشان يأمن نفسه، عشان لما يضرب الحساسات والأخدود يتفتح ويدمر نفسه يكون هو وحبيبته في أمان. وراح ضارب الطيارة التانية. كده وصل تقريبا لل4 كيلو، والمفروض ان هو يصوب على القنبلة من على البعد الكبير ده. يا جبروتك يا ليفاي، وعملها هو ودارسا. والمديرة بتقول يا ولاد الايه دول بوظوا المخفيات، يعني كده الاخدود اتفضح. يا لهوي الكلب الضال، قدامنا دقيقتين بس والمكان كله هيتفجر. يلا اهربوا بسرعة، الطيارة اطلع بسرعة، اجري اجري. وحصل الانفجار بالفعل يا شباب، ويا حسرتك يا معلمة ما لحقتش تطير وراحت مع اللي راحوا. هنا دارسا بتجري وليفاي بيجري. دارسا تقريبا كده عدت ال4 كيلو، ولكن ليفاي عشان رجله كانت متصابة تقريبا كده شكله هيموت ولا ايه، هنعرف دلوقتي. بعد فترة راحت دارسا على المكان اللي كانوا متفقين ان هم يتقابلوا فيه، ويا عيني لقيته هناك. وصل المعلم ورجعوا تاني لبعض يا جماعة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يلا سلام، متنسناش بلايك واشتراك.